ازيكم يا شباب. في الفيديو دوت هنبدا ان احنا نعمل اللايتنج للموديل دوت. الموديل ده احنا خلصناه في المرحله بتاعه الموديلنج. مبدئيا عشان تعمل لايتنج او ان انت تبدا تشتغل على موديل زي ده لازم تقفل بقى التفاصيل الصغيره اللي باقيه. يعني انا هنا لازم اقفل العلاقه ما بين السماء والارض، فلازم ان انا احط سور هنا واحط شجر او احط حاجات تديني برزنتيشن للصوره او اللقطه اللي انا واخدها. فكل اللي انا هحتاج اعمله ان انا هاجي من التوب هنا وهبدا ان انا اروح اجيب بوكس، والبوكس دوت هبدا ان انا ارسمه بالشكل ده. البوكس دوت الهدف منه مش اي حاجه غير ان هو يقفل لي العلاقه اللي موجوده في الكاميرا. يعني انا واقف في الكاميرا هنا، لازم البوكس دوت اديله الارتفاع المناسب وليكن مثلا 3 متر ونص بالمنظر ده. فانا بالنسبه لي البوكس دوت هيبدا ان هو يديني السور اللي هيقفل العلاقه ما بين السماء والارض. طيب جميل. وبعد البوكس دوت هبدا ان انا احط الشجره بتاعتي هنا او هنا. هبدا ان انا ارص الموديل بتاعي. خلينا نعمل الامبورتنج ده سريعا. احنا المفروض ان احنا شرحناه بالتفصيل في الكورس، بس هنعمل دلوقتي الامبورت سريعا. لو دخلت موديل كده اهوت ولقيت ان الموديل مش موجود عندك بس في بوكس اسود ظاهر كده، كل الفكره انك امسك البوكس دوت ودوس رايت كليك عليه، ومن اوبجكت بروبرتيز هتلاقي في حاجه اسمها ديسبلاي از بوكس. لو انا شلت دوت وقلت له اوكي هتلاقي ان الموديل ظهر عندي مظبوط، ان هو بيحاول ان هو يخفف الفايل عن طريق ان هو يعمل الديسبلاينج از بوكس ده. بعد ما بعمل امبورتنج الحاجات دي دايما بعمل جروبس ليها علشان تبقى ظاهره قدامي مظبوط. انا هبدا ان انا اظبط اماكنهم في البدايه، وبعدين بعد ما اظبط الاماكن بتاعتهم هنبدا ان احنا نعمل لهم بروكسي علشان ما يبقوش تقال معايا في الفايل. انا هنا الشجره الاولانيه ديت هنعمل لها، ممكن ان احنا نعمل لها روتيشن حاجه بسيطه كده، ونبدا ان احنا نتحرك بيها بموف لورا كده لهنا كده شويه، وهنتحرك بيها لكده شويه عشان تبقى ظاهره عندي بالمنظر ده. ممكن اجي هنا بس اخليه هاي كواليتي علشان ابقى شايف ده، وممكن كمان اروح اقول له انا عايز من هنا في الماتيريالز عايز رياليستيك ويز مابس. فلما اقول له رياليستيك ويز مابس هتلاقي ان الصوره نفسها بتاعتي ظهرت عندي والشجره بقت مظبوطه جدا. حلو جدا. هاجي بقى دلوقتي على الشجره الثانيه دي، والهدف ان الشجره الثانيه دي اكتر من انها تظهر هنا انها ترمي شادوز تظهر في الانعكاسات هنا. فعشان كده دي لازم تبقى موجوده عندي ورا الكاميرا وتبدا انها تظهر. لو هيظهر جزء منها في الكاميرا اوكي، بس الفكره كلها ان انا اظهرها في الفيو. هعمل الت دبليو علشان ابقى شايف. واحد هيبقى الفيو بتاع الكاميرا في رياليستيك وهاي كواليتي عشان يديني الشادوز شكلها مظبوط، وابدا ان انا ارسم شكلها زي ما انا عايز بالمنظر ده اهو. شايفين انا بتحرك؟ الشجره هتبدا تظهر هنا اهي. هحس انها عاليه قوي هنا، فهبدا ان انا انزلها كهايت شويه بحيث انها تظهر بالمنظر ده كده اهي، وظهرت عندي الشادوز بتاعتها والانعكاسات والدنيا تمام جدا. هروح بعد كده اجيب واحده تانية بكابي نفس الشجره، هعمل لها نسخه بس الناحيه التانية كده بحيث انها ترمي الشادوز بتاعتها برضو وتقفل اللقطه الناحيه التانية. هعملها انستنس بالمنظر ده. الكابي ده ممكن اخده بعد ما اعمل بروكسي. تعال هنعمل الشجرتين دول بروكسي، وزي ما اتعلمنا خلال الكورس ازاي ان انا اعمل بروكسي علشان الفايلات تبقى سريعه وسهله. بمسك الفايل بتاعي واعمل له ايزوليت، او الحاجه اللي انا هعملها بروكسي واعمل لها ايزوليت، وبعدين اعمل اوبن ريكيرسيفلي وامسك اي موديل من المودلز بتاعتي واحوله edit poly. وبعدين من موديفاي هبدا ان انا اختار اتاتش ليست واختار كل الحاجات اللي موجوده عندي. طبعا لو في حاجه جروب المفروض انها تتعمل ان جروب، فالافضل بالنسبه لي ان انا امسك الجروبس ديت وامسحها، وبعدين ارجع مره تانية اقول له attach list واختار الورق. واهم حاجه اختار match material IDs to material بحيث ان هو يلينك الاثنين مع بعض ويبقى مظبوطين بالمنظر ده. هدوس رايت كليك ومن اوكي، وهروح هنا. بس اهم حاجه الاول ان الريندر سيت اب بتاعي يكون في راي. هختار في راي 5 اوكي. هروح بس اخلي ده الراديانس بقى خليه لو، واللايت كاش هخليه 500 علشان يبقى التست سريع معايا.
وكده انا الايديت بولي على بعضه هدوس رايت كليك واقول له VRay مش export، واقول له export all selected objects in a single file automatically create proxy، وهروح من هنا واحدد نفس الفولدر اللي موجود فيه الحاجه بتاعتي على طول، واقول له اوكي، اقول له اوكي. ده بيخفف لي الفايل جدا طول ما انا شغال بالمنظر دوت، وخلاص مش هحركها من مكانها لان مكانها كان مظبوط. وطبعا برضو لو انت حبيت انك تشوف شكلها قبل ما تشتغل ممكن تيجي هنا في البروكسي نفسه تقول له شو هول مش، فكده انت شفت شكلها عامل ازاي كله، ترجع تاني بريفيو فروم فايل. نفس الكلام هنعمله في الشجره ديت، وهنقول له ايه، اول حاجه isolate، وبعدين من جروب ungroup، وبعدين همسك اي جزء فيها احوله edit poly attach list، اختار الاثنين attach، اوكي، رايت كليك VRay مش export all selected automatically create، وفي نفس الباث، واوكي. دي هحتاج ان انا اعمل لها show whole mesh علشان اخد النسخة التانية اللي هشوفها وانا بشتغل هنا، فهاخد shift واتحرك بيها بالمنظر ده بحيث ان هي تبقى ظاهرة هنا اهي بالمنظر ده instance، اوكي. وهنمسك اي واحدة منهم نرجعها تاني preview from file. كده انا واقف في الكاميرا بتاعتي، ظبطت التقفيلات بتاعتي كلها مظبوط. هحتاج برضو ان انا اجيب عربية احطها في الجزء اللي هنا دوت، فهروح اجيب عربية. المرة دي اتعمدت ان انا اجيبها من غير ما ادخل اي تكتشرز علشان التكتشرز تكون ميسنج، علشان نشوف الطريقة التانية اللي انا قلت لكم عليها ونفتكرها مع بعض، وهي ان انا اعمل ريلينك بيت ماب. ده برضو مشروح جوه الكورس. لما بنبدا ان يبقى فيه ميسنج فنقول له انا عايز تعمل لينكينج للميسنج فايلز ديت من المكان اللي انا بشتغل منه على طول، فهروح على طول هنا على اللايبرري، وفي نفس المكان اللي انا بشتغل عليه هقول له انا عايزك تشوف الميسنج هنا وريلينك. فهنا هلاقي زي ما انتم شايفين التكتشرينج كلها رجعت والعربيه بقت تمام. هاخد الكلام ده كله او العربيه دي كلها زي ما هي وهدخلها جوه هنا، اتاكد بس ان انا عامل الاين على التوب بتاع ده، فهمسك العربيه واعمل الاين واختار ده واقول له انا عايز الزد بس من المينيموم للماكسيموم، اوكي. فكده بقت مظبوطه بالظبط في مكانها. هاخدها واخش بيها لجوه. هقف تاني في اللقطه، او هنا واقف في اللقطه هنا. العربيه الارتفاع ده عالي شويه عن العربيه، خلينا نتشك الارتفاع بتاعنا مظبوط ولا لا. يعني احنا مبالغين شويه في الارتفاع، هنا الارتفاع 4 متر ونص، فممكن يعني بس مجرد لان انا اظبط اللقطه، لكن فعليا المفروض ان انت تشتغل بمقاساتك مظبوطه. انا هكبر بس دي مجرد تكبير بسيط خالص. كده انا ظبطت اللقطه بتاعتي قبل ما اعمل اللايتنج بقى عبيط جدا 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 في لقطه زي دي. كل اللي عليك ان انت هتروح من التوب وهتختار لايت VRay لايت VRay sun، وهتبدا ان انت تظبط السم بتاعتك بالمنظر ده. هيقول لك عايز تحط اوتوماتيكلي VRay سكاي، هقول له اوكي. الاضاءات والشادوز كلها جايه من الاتجاه دوت. هروح هنا من الفرونت وابدا ان انا ارفع اللايتس بتاعتي لفوق شويه، ومن هنا هبدا ان انا اشغل interactive render دايما يبقى موجود قدامي وانا بشتغل هنا. ومهم جدا انك تروح للريندر سيت اب وتبدا انك تعمل لوك صغير كده. اللوك ده الهدف منه ان انت تلوك الاضاءات بتاعتك والحاجه اللي انت شغال الفيو بتاعك اللي انت هترندر فيه، عشان تقدر تلعب وتغير في
مكان السن زي ما انت عايز. يعني انا هاجي بالشمس هنا كده شوية، وهبدأ ان انا انزل بيها لتحت شوية علشان خاطر ترمي على المبنى اكتر. اوكي، ممكن نيجي كده كمان شوية علشان تبدأ الشادوز تبقى مرمية على المبنى، وننزل بيها كمان في الزد شوية بحيث انها تترفع كده. لو حسيت ان الشادوز بتاعتي شوية شارب وانت عايزها تبقى بلورد شوية، روح كبر السايز بتاع السن حاجة بسيطة. فهروح للسايز مالتيبلاير في السن وهقول له مثلا 5، فتبدأ ان الشادوز بتاعتي تبقى بلورد حاجة بسيطة بالمنظر ده كده. طبعا هنا الشجرة دي بعد ما عملنا ريندر حسيت انها تقيلة قوي عن انها تتحط في الوضع ده، فهبدأ ان انا امسك الشجرة بتاعتي واتحرك بيها في الاتجاه الاكس كده، بحيث انها بس مجرد تيجي هنا ما ضغطيش على المبنى بتاعي. بيرفكت. تلاقي ان الاضاءة قربت جدا من الاضاءة اللي موجودة هنا. طيب لو انا حسيت ان الاضاءة هنا الدرجة بتاعتها وورم شوية وانا عايزها كولد، هنا بقى الميزة ان انت تقدر تتعامل سواء في راي نكست او في راي 5 ايا كان. هتلاقي في عندك الجزء بتاع كوريكشن كنترول هنا، بس هو مختلف شوية في راي 5، فانا هشرح على في راي 5 بس هتلاقيه هو موجود في راي نكست. انا لو جيت هنا قلت له انا عايز الوايت بالانس، وجينا هنا في التمبريتشر في الوايت بالانس قدرت ان انا اسحب ده شوية، فابتدى ان هو يديني احساس الكولد شوية. بدل ما هي كانت مصفرة لا رجعت بقت كولد شوية. طيب هيبدأ بقى يظهر معايا كل الشجر والحاجات اللي موجودة ديت مجرد ما هبدأ احط الماتيريالز هنا على الكلام دوت في الفيديو الجاي ان شاء الله. كمان مجرد ما هنخلص الماتيريالز هبدأ ان انا هعمل لكم دوت نايت شوت علشان تشوفوا التفاصيل بتاعته. توفيق ليكم يا شباب.